الأدوار المضادة لبالميراس. التأمين الدفاعي الأول. الديناميكية في وسط الملعب مهمة جدا. لازم قطع الكورة يكون سريع وتكون الخطوط متقاربة بشكل أفقي لتقليل المساحة اللي بالميراس بيستفاد منها. الضغط والتحول. ضغط جماعي مضاد بعد قطع الكرة، بعدها وسام والجناحين لازم يهاجموا في ثانيتين. التعامل بقى مع ستافيو ورويس وفيتور روكي، وده عن طريق بقى فرض رقابة صارمة على تحركاتهم الخلفية سواء على الأطراف أو من العمق. وهنا هيكون المساكين داعمين للظاهرين، أما في العمق هيكون حمدي فتحي هو نقطة الدعم الإضافية للمساكين، أو مروان عطية هو اللي ممكن يحجب التوغل ويعطل الاستلام. خلاصة استراتيجية 3-4-3: 5 لعيبة في الخلف تمنع أي توغل من العمق والأطراف. الوسط المتوازن هيدعم الضغط والسيطرة على المساحات، ضغط سريع بعد قطع الكرة والتحول للهجوم المرتد السريع. مهمة الأطراف مع رأس الحربة هو خلق ضغط مكثف لمنع بناء هجمات المنافس وتشكيل تهديد عن طريق التحولات السريعة بعد قطع الكرة. يعني من الآخر كده، وسام وزيزو وتريزيجيه لازم يكونوا جاهزين للتحول الهجومي في ثانيتين. لو الأهلي نفذ الخطة دي بدقة وخطوة بخطوة، يبقى عنده فرصة حقيقية يوقف الهجوم الشرس جدا لبالميراس.